اخواتي وولاد اخواتي الحلوين، النهارده هنتكلم عن موضوع حلو قوي. عاوزاكم تركزوا معايا فيه. رياضة اسمها التاي شاي، ليها فوائد جامدة جدا. عايزاكم كلكم تعرفوا يعني ايه التاي شاي، وهل ليه فوائد، وهل الفايدة دي جامدة قوي ان انا اهتم بالموضوع ده ولا عادي. اولا احب انوه ان اليوجا رياضة ما تنفعناش هنا هو كمسلمين. ليه؟ اليوجا تعالوا كده اكتبوا على كده ايه هي اليوجا، هتلاقيها طقس من الطقوس بتاعة العبادة اللي هي العبادة الهندوسية. لو كتبت كده هتقول لك طقس من طقوس العبادة الهندوسية. فأنا كده هو حبيت أقول لكم الفرق ما بين اللي بنتكلم عليه النهاردة وما بين اليوجا. هي مش يوجا خالص. ايه هو التاي شاي؟ التاي شاي دون تمارين بتجمع بين التنفس العميق والاسترخاء مع حركات متدفقة، يعني مستمرة، مش سريعة قوي، بس حركات مستمرة ورا بعضها. ايه هو التاي شاي ده؟ هي رياضة بدأت في الصين الأول كعبارة عن التأمل أو الاسترخاء كده، وبدأت تتحول في الصين إلى المعسكر العسكري، يعني بقت رياضة قتالية، يعني رياضة تعزيز الصحة النفسية وللقتال. أول حاجة في الرياضة دي إنها حلوة أوي لكبار السن. دي رياضة بتعتمد على تنفس وعلى حركة، وعلى ازاي احرك كل عضلاتي، ازاي اخلي كل جسمي يتحرك ويستفاد من غير تنافس ومن غير انا مش داخله بطولة، انا مش لا. ايه هي فوائد ممارسة الرياضة دي بالظبط باحترافية؟ هقولها لكم باحترافية. اولا بيعدل المزاج جامد جدا، بيخلي الاكتئاب ده يروح خالص، بيصفي العقل ويخفف الصداع اللي على طول مصاحبنا. الناس بقى اللي عندها عارف انا كل ما اقف اقعدي اللي بتسقط كده ومفيش توازن بتظبطهم. العظام بقى ما الهشاشة دي بتروح، وألم الظهر والمفاصل والكلام ده، الرياضة دي بتظبط كل الكلام ده. بتظبط ضغط الدم، صحة القلب بتخلي القلب قوي، السكر بتظبطه جدا، كل أمراض الشيخوخة سواء بقى في شيخوخة أو ما فيش، لأن في شباب عندها شيخوخة. الرياضة دي رائعة لكل المشاكل دي، الرب والانسداد الرئوي، الجيوب الأنفية. الرياضة دي سر خطير تمحي كل المشاكل دي. تعالوا بقى نشوف بعض الأسئلة معانا عن الرياضة دي. تعالوا معانا. هو التاي شاي ده أفضل من المشي؟ أفضل من المشي، مع إن أنا كنت معتقدة إن في حاجة أفضل من المشي، لكن علشان هو قلنا انها رياضة فيها تنفس، واصلا رياضة التنفس بتساعد على خفض الوزن وعلى ضبط حركة الدم وبيساعد على الصحة النفسية عموما. يبقى هقول لك ان رياضة التاي شاي احسن كمان من رياضة المشي. طب رياضة التاي شاي استخدمها كل يوم ولا زي الرياضات لازم اريح يوم او يوم؟ لا، رياضة التاي شاي ممكن تستخدمها كل يوم لمدة تتراوح من 20 دقيقة ل 30 دقيقة، لانها بتساعد على التعافي، فكل ما استخدمتها اكتر كل ما تعافيت اكتر. سؤال تاني، هي بتبني العضلات؟ انا ما بشيلش فيها حديد. بتبني العضلات لانها فيها رياضة، قصدي فيها تمارين بتعتمد على المقاومة، وتمارين للذراع وخصوصا الجزء العلوي من الذراع. علشان كده وكمان بتقوي الاطراف السفليه كمان. علشان كده بتبني العضلات من غير ما انا اشيل اي حاجات اوزان. هل رياضه التاي شاي بتفقد الوزن؟ طبعا السؤال ده هيعجبكم جامد جدا. كل دراسات في كل مراكز الابحاث قالت اللي بيستخدم رياضة التاي شاي 5 مرات في الأسبوع لمدة تتراوح 45 دقيقة، خصوصا البالغين، حصل عندهم انخفاض عالي جدا في الوزن. وحكاية الوزن دي هاخدها لكم تفصيل في آخر الفيديو. سؤال تاني، أفضل وقت أمارس فيه رياضة التاي شاي؟ صبح جدا، من 6 ل 8 صباحا. الجسم بيبقى في قوته، وعايزه اقول لكم ان الوقت
كويس جدا لمعالجه يعني اللي يا رب يحفظنا ويشفيهم يا رب اللي بيجي لهم جلطات. اقول لكم ايه تاني؟ العلاقه بقى بين التاي شاي والسمنه قلنا هاخدها باستفاضه. الابحاث العالميه في مركز ابحاث عالمي جابوا 500 شخص بالغ، واغلبيتهم كان فوق سن ال50، كانوا بيعانوا من السمنه يعني مركزه. قسموهم ل3 مجموعات. اول مجموعه تمارس التاي شاي، تاني مجموعه تدريبات عاديه لمده ساعه، تالت مجموعه قالوا ان هم يعملوا نظام غذائي مع بعض التمرينات على مدار 38 اسبوع. ماشي. وجد الباحثين ان المجموعه اللي شاركت في التاي شاي، المجموعه دي حصل انخفاض كبير في محيط الخصر، يعني الوسط، حصل انخفاض جامد، ومفيش مستوى الكوليسترول كان ايجابي جدا، ويعني لقوا حاجات في مستوى الجلوكوز في الدم وضغط الدم ممتاز جدا. في مجله اسمها ماينو كلينيك خدت بقى البحث دون وبدات تطبق على مستوى كبير جدا اراء طبيه، واللي عنده كمان بعض من التجارب يعرضها. وكمان هيئه الصحه الوطنيه ببريطانيا عملت نفس الموضوع، لقيت ان الموضوع دون بتاع التمارين التاي شاي حسنت حركه الكاحلين والركبه، وقللت من الام المفاصل عند المشاركين، خصوصا قلنا كبار السن، وقللت قعدهم على الكرسي، خلت في نشاط، بقى في نشاط يومي مستمر. وطبعا رياضه التاي شاي كده اثبتت كفاءتها. عشان انا حبيت اقول لكم واجيب لكم كل الجوانب، انا هحط لكم في الفيديو دون لينك. اولا اللينكات اللي انا هحطها فيسبوك للصفحه بتاعه الرئيسيه بتاعه التاي شاي، واليوتيوب وتويتر. هحط لكم بقى فيديوهين تاني. اول فيديو لمدربه بتمارس التاي شاي في الهواء الطلق وبتعمل بعض التمارين عشان تاخدوا فكره. وتاني موقع هحطه لكم لينك، هحطه لكم للي عاوز فعلا يبدا في التاي شاي ازاي يبدا. ده اول درس في التاي شاي، ولو دخلتوا الصفحه بتاع المدرب ده هتلاقوا بقى الدروس على طول في الصفحه تباعا يعني. ودلوقتي هوريكم بعض من التدريبات اللي عملها المدرب دون وبدأ فيها. تعالوا معانا نشوف. اهو زي ما احنا شايفين، بدأ بحركات بسيطة جدا وبطيئة جدا تتخللها تنفس، وبعدين بدأ يتحرك بطيء جدا وحركات شبيهة لحركات سليب الكونغ فو. بدأ يتحرك بسيط ولغاية لما يعمل إطالات، وبدأ بعد كده هو يعمل حركات للعضلات كلها. أسيبكم بقى انتوا لجميع الفيديوهات بتاعت التاي شاي، ويا رب اكون فدتكم وعرفتكم رياضة كويسة جدا وايه هي معناها وفرقها ما بينها وما بين اليوجا. احنا مش عايزين ناخد حاجة محرمة، عايزين ناخد من الغرب الحاجات اللي تنفعنا. وانا كنت اول ما بدأت رياضة قريت عنها في قصة كنت بقرأها، وعرفت يعني ايه مثلا رياضة التايكوندو والكونغ فو والكاراتيه، واخترت الكونغ فو. اخترتها ساعتها علشان كانت شاملة جميع الرياضات. على الاساس ده يا جماعه عايزاكم تقروا عن كل رياضه وتشوفوا ايه المناسب ليكم، وانا اخترت لكم النهارده التاي شاي لانها مناسبه لكل سن. ويا ريت محدش يقول لي احنا ما عندناش وقت، الولاد واحنا هنجيب وقت منين. يا جماعه اللي يقع فيكم هيلاقي وقت فين؟ هيلاقي وقت في المستشفى وعلى السرير. الحقوا قبل بعد الشر لا قدر الله ما المرحله دي تيجي. ابداوا الرياضه خفيفه وحركات بسيطه ومش عنيفه وتجيب مفعول. شكرا ليكم، كان معكم سمولي، ويا ريت اكون فدتكم. يا ريت تشتركوا معايا عشان هقول لكم على رياضات تانية كويسه جدا ازاي تعملوها وايه فايدتها، وتناسبكم ولا تناسب اطفالكم ولا ايه. شكرا ليكم، مع تحيات قناه خالتي سمولي.